في الفيديو ده هعلمك ازاي نبص على البطارية الليثيوم ونكشف عليها. زي ما انت شايف كده او تابعت معايا قبل كده، البطارية دي ما بتخرجش فولت. بنسبة كبيرة فيها شورت. طيب هنعمل ايه؟ هنفك طبعا البطارية كده، ده كده شكل البطارية من جوه زي ما انت شايف كده. هنبدأ نقيس كل صف. لو تلاحظ كله مطلع خارج فولت 3.5. خد بالك بقى، شايف الصف ده كده؟ الصف ده مدي 5/10. الصف ده كده فيه مشكلة. هنضطر بقى نفك البطارية عشان نطلع الصف اللي فيه مشكلة ده ونختبره ونشوف ايه مشكلته. نكمل بقية الصفوف. كده يبقى احنا عندنا مشكلة في الصف ده. كل الصفوف جايبة 3.5 وده جايب 5/10. هنفك الصف ده ونشوف ايه مشكلته. تابع معايا. هتسألني هنا هو انا ليه حددته بالماركر؟ هقول لك عشان وانت شغال تعرف ان هو ده الخط اللي فيه مشكلة. هتقول لي ايه المشكلة؟ طب ما انا عرفت. هقول لك لا، بتحصل في اوقات كتير وحصلت معانا ان احنا بدل ما نشتغل في الصف اللي بايظ اشتغلنا في صف سليم. وده وارد من ضغط العمل يعني. كده بعد ما فكينا اللحام النيكل ستريب هنبتدي نطلع الخلايا دي. كده طلعنا الصف كله. هنبدأ نقيس الخلايا كده بالفولت. مش جايبة فولت خالص. تعالى نقيس على الافو. شايف الافو؟ مش جايبة برضو اي فولت خالص. كده ادي اول واحدة، تاني واحدة، تالت واحدة، رابع واحدة، خمسة، ستة. الخلايا دي كلها فاصلة. هنغيرهم ان شاء الله ونرجع نشوف الدنيا تمشي ازاي. هنا كده بعد ما غيرنا الخط اللي كان تالف وبايظ غيرناه بواحد تاني وهو ده. وخلي بالك احنا غيرناه بنفس الخلايا بتاعت البطارية.
ما ينفعش تغير بخلايا تانية الا في حدود ضيقة جدا جدا جدا. ادي الخط اهو بعد اللحام، وادي برضو من الناحية التانية. تعال بقى نجرب نشوف البطارية هتشحن ولا لأ. شايف كده الشحن اشتغل وبيشحن.